الحاجة برضو اللي أنا حابة أعرفها، إيه اللي بيميز إليت عن باقي الأكاديميات؟ يعني مؤخرا احنا شفنا أكاديميات تقريبا في كل منطقة، في كذا أكاديمية. فهنا بقى السؤال، إيه اللي بيميز إليت عن باقي الأكاديميات دي اللي احنا بنشوفها دي؟ ليه أنا مثلا عندي ابن اللي أختار إليت؟ احنا بنات بس، أوكي. ودي مش موجودة. بس مؤخرا بقى في ناس اه، بتعمل زينا. أوكي، بس إليت ف الأولى. بالظبط. أوكي. واحنا بنلعب على ملعب 11، مم. وده يمكن احنا الأكاديمية الوحيدة اللي في مصر بتلعب على ملعب 11. أي أكاديمية تانية لما بينزلوا حتى الملعب لو 11 بيقسموه وبينزلوا ناس كتير قوي فيه، ففي مم. الآخر بيبقى خماسي. مم. لكن احنا بنلعب على الملعب كله، فهم بيلعبوا كأنهم في فريق بالظبط. فده مم. هيأهلهم أسرع ان هم يقدروا يروحوا فرقة. مم. لما يروحوا الفرق مش هيبقوا مخضوضين، ايه ده انا بلعب على مساحه صغيره مره واحده لقيت المساحه كبرت. اه، لا، هم بيبقوا واخدين على كل اللي الفرق بتعمله احنا بنعمله. كل المساحات وكده. كل اللي الفرق اللي بتعمله اه. وبتلعب في الدوري وكده بيعملوه احنا بنعمله بالظبط. وبنعمل ماتشات وديه مع فرق، مم. مع اكاديميات تانية. فيعني احنا بنوفر لهم كل حاجه في الفرق. كمان حابة أعرف إيه المسابقات أو البطولات اللي إليت بتدخلها أو بتعملها عامة. هو لحد دلوقتي احنا اه. بنعمل ماتشات وديه عشان أوكي. لسه بنأهلهم لحاجه زي دي. أوكي. بس ان شاء الله قريب نقدر ندخل بطولات واحتمال يبقى في فريق كمان. طيب، دي يعني حاجة في حلوة كلام جدا. دلوقتي بس لسه مش هأكد حاجه يعني. دي حاجة كويسة قوي. وكمان حابة أعرف منك مين من اللاعبات اللي شايفاها مثلا مستقبلها ممكن تبقى في المنتخب، تلعب في نادي معين، لو عايزة تذكري أسمائهم برضو. في جنى، مم. هي كانت بطله بس في لعبه تانية. أوكي. وسابت اللعبه دي علشان تلعب كوره. مم. هي ما شاء الله عليها يعني موهوبه جدا. مم. ومتوقعه منها ان هي هتوصل لحاجه، وهي كمان عايزه. من حقيقة. وريتال، اه. هم كل دول صغيرين، أوكي. يعني اقل من 15 سنه. ممكن بعد كده نستضيفهم برضو معانا في البرنامج. ان شاء الله. وريتال برضو. اوكي. هي شولة، وده من النوادر اللي احنا مم. نلاقيه. انا برضو شولة. اه. ورحمة، اوكي. بنت عندها اصرار رهيب، كانت بتلعب في مكان قبل كده مم. وجالها عقدة من الكورة بسبب معاملة الكابتن. اه. وبعد كده لما جت عندنا لا، لقيت الموضوع شغفها رجع تاني. هي البنت بتحب الكورة جدا جدا جدا، فشغفها رجع تاني ومستمرة معانا وبتطور نفسها كتير. يعني بتيجي قبل التمرين وبتقعد تتكلم مع زمايلها كتير جدا، اللي هو لا عايزين نطور نفسنا، عايزين نعمل كذا. ساعات بتاخد الكرة وتقعد هي تعمل مع نفسها، عايزة توصل لحاجة. بصراحة عندنا ناس كتير قوي، بس دول اللي حاسة ان هم لا. بنوجه ليهم تحية كبيرة قوي.